وماجد يحاول يعدي بيها وبيعدي وداخل نص الملعب وماشي ماجد نص الفريق الصيني وهاجم ماجد ويلا يا ماجد وداخل 18 وداخل 18 جول ماجد احمد عبد الله. أينما كنتم نجدد لكم التحية من مجموعة قنوات ART سبورت، ونحييكم في هذه الحلقة الخاصة من مقابلة خاصة، حلقة استثنائية مع النجم السعودي الكبير الكابتن ماجد عبد الله الذي يطل من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب لأول مرة منذ سنوات كضيف وليس كمحلل كما تعودتموه في الاستديوهات التحليلية الخاصة بقنوات ART سبورت. مساء الخير كابتن ماجد. اهلا وسهلا. وانا سعيد جدا اني ما في شك كمحلل متواجد معكم، لكن كحلقه من زمان ما عملت انا حلقه. اخر حلقه يمكن من سنتين تقريبا او سنه ونصف. اليوم ما راح نقول لك عن خطط اللعب وما راح نتكلم كيف راح يلعبوا بداية الشوط الاول ولا بداية الشوط الثاني. اليوم كابتن ماجد اليوم انت على كرسي الاعتراف كما يقال، لكن نتمنى ان شاء الله ان تكون حلقه يعني تسعد الملايين من المشاهدين السعوديين والعرب اللي يحبون الكابتن ماجد عبد الله. السؤال الاول كابتن ماجد، انت اعتزلت في 1998 وبدات الكره في منتصف السبعينات، يعني اكثر من 35 او 30 سنه خلينا نقول في عالم 77 عام 77 احنا في 2007 30 سنه. ماجد الان عندما تذهب لاي موقع عام مكان عام تفاجأ ان الاطفال من سن 10 12 سنه يجي يركضوا حواليك ويسلموا عليك. حتى ذكر لي انك كنت في زياره لاحدى المدارس هنا في المملكه ومدرسه ابتدائيه وتنافس الاطفال من سن 8 9 سنوات التصوير والسلام عليك والتقاط صور معك. الطفل عمره حتى لو قلنا 10 سنوات، انت تركت الكره فعليا في 98 9 سنوات، يعني الاطفال هؤلاء كلهم لم يشاهدوك تلعب. هذا ايش يعني لك؟ حتى في سن ال10 سنوات او 8 سنوات ما يكون حتى لو حضر في الملعب ما يكون يعني مدرك اداء اللاعب او تحركات اللاعب. ممكن يكون مثلا مدرك انه بيشجع فريق معين بس مجرد تشجيع. طبعا ما في شك كانت تجربه لي جميله جدا وشعور جميل جدا. الشيء هذا طبعا مبني على اشياء كثيره، مهم مبنيه على ماجد كلاعب. لا، ماجد كلاعب اوكي هذا شيء ضروري في البدايه، لكن بعد كذا السنوات تاتي وماجد اللاعب ايش هو خارج الملعب، داخل الملعب، كيف تصرفاته داخل الملعب، هل هو من النوع الهادي، هل هو من النوع يتنرفز، هل هو مثلا صاحب كرة حمراء او صاحب كرة صفراء، يعني متعاون مع الكرة الملونة، هل هو خارج الملعب غير مقبول، مغرور او اخلاقه ما هي كويسه. هنا الجمهور ينفر منك، سواء اللي يقابلك او اللي يتصل عليك او اللي بيسمع. لكن ماجد شاهدوا ماجد في الملعب 90%. انا في الاخير بشر،
90% هادي، ما عنده مشاكل، مسيرته في ناديه ما في اي عقوبات او صدرت بحقي اي عقوبة، كذلك في المنتخب. وانا من الناس اللي يعني قعدت فترة طويلة في النادي والمنتخب، حتى وانا مصاب لابد اني اكون متواجد. غيري كان يبعد ويجي ويبعد ويجي، انا كنت في السنوات اللي مضت كنت مستقر. خارج الملعب احيانا عفوا احيانا المشجع او المحب لما يشوف النجم يرتقي فيه يصدم فيه يتعلق فيه، يصدم فيه لما مو هذا النجم اللي انا صورته، لما بيقبل عليه اروح اسلم بياخذني في الاحضان او بيسلم عليه بابتسامه، فهنا المحب نظرته بتزداد اعجاب في نجمه. لكن اذا قابل بنفور او بتعالي فالمحب يصطدم في نجمه، او يشوفه مثلا في وضع ما هو المفروض يكون. لما يجي طفل عمره 8 سنوات يجي يسلم عليك وما شافك تلعب، يعني هذا تاثير والده. هذه حدثت معي. انا عملت تجربه، مش تجربه، كان من ضمن احد الاعلانات في الجده وفي الرياض وفي الشرقيه في الخبر. فاطفال ابتدائي فبيعرفوا ماجد كذا كذا، يعني انا اشعر بسعاده لانه ما شافوا ماجد. لكن ما في شك ان الاباء كان لهم دور كبير. ايضا نتشاهدوا في الفيديو او ابائهم واخوانهم فرجوهم عن ماجد، تعالوا شوفوا ماجد، انتم بتسمعوا عن ماجد، تعالوا شوفوا ماجد. فما في لاعب مثلا 10 سنوات بيعتزل بيكون بنفس الوهج الا اذا كان عنده حضور قوي في مسيرته الرياضيه. في بعضهم يتنسي، مش يتنسي او ما يكون بالصوره الناس تلاحقه بالشارع. انا اقول هذه نعمه من ربنا الحمد لله نرد عليها، انه انا من ضمن اللعيبه اللي اعتزلوا والان بنخلص 10 سنوات وما زال الناس تتساءل عن ماجد وتحب. طيب لما تتفرج على ذكر يعني مسيرتك، لما تتفرج انت على مستوى النقل التلفزيوني اللي وصلت له مباريات كرة القدم في المملكة الان، ونرجع نشوف عندما يحاول احد توثيق مسيرتك الرياضية مفاجئ انه يعني الاشرطه ما كانت واضحه، الاخراج كان ضعيف، عدد الكاميرات بسيط، حتى عمليه الان اهداف في دوري الدرجه الاولى والثانيه في المملكه العربيه السعوديه نشاهدها تعاد من 7 زوايا و6 زوايا، اهداف كانت تاريخيه لمجد عبد الله ما انعادت الا بزاويه او زاويتين. لما تتفرج على بعض الاهداف الجديده تقول يا ريت هذا المستوى كان وقتي. طبعا ما في شك، احنا لابد احنا نعترف انه كل شيء يتغير الى الافضل، سواء في التصوير، سواء حتى في الملعب، حتى في شكل الملعب، حتى في الوان الملعب، حتى المواهب، حتى المدرجات، حتى المواهب، حتى المدرجات في السابق تشوفها شهبه. الان في دخل على هذا حطوا عليها بعض الالوان وتعطي رؤيه جميله جدا للمشاهد. انا ما في شك، انا حتى لو اعيد لي او اعطوني خيار اني افضل الان او اللي من قبل، حختار اللي من قبل، لانه الان كله متواجد، كله نشوفه. الشيء الجميل اذا ما في هالاعلام او ما في النقل التلفزيوني الموجود الان وتنذكر، هنا شيء جميل. يعني اعتقدك ان النجوم الان الحاليين خدمهم الاعلام، في زخم اعلامي كثير يساعدهم. ما في شك. يعني الوقت اللي كنتوا فيه حتى لو صرحت ما ينزل تصريحك الا بعد يومين بعد الجريده. احنا في وقتنا كنا كان في فريق كوري كان يجينا هنا ويهزمنا. في مرحله استطعنا انه المسؤولين والمسؤولين عن الرياضه الله يرحمه الامير فيصل بن فهد وربي يعطيه طولة العمر الامير فهد بن سلطان، غيروا شكل المدرسة، خريطة الرياضة عندنا. اخذنا فترة بسيطة لكن اعطت ثمارها في الاخير. اصبحنا بدل الفريق الكوري اللي يجي
يهزمنا أصبحنا نهزم منتخب بلده. هنا فنيا صحيح الآن يمكن المادة وأشياء هذه كلها موجودة، لكن فنيا كانت النقلة هذه كل اللي بيذكرها، الصغير والكبير بيذكرها إيش كنا وكيف أصبحنا، خصوصا في ال 84 83 و 88 الفترة هذه اللي استطعنا أن احنا. أنا بدي أعطيك قصة جميلة. كنا في سنغافورة في أولمبياد لوس أنجلوس. تعرف هناك في سنغافورة للأسف يحبوا المراهنات. في آسيا عموما نظام المراهنات منتشر كثير. احنا لما جينا أو وصلنا كانوا معطينا نجمة في نظام المراهنات. ايوه كانوا معطينا نجمة. أقل تصنيف. العدد البشر اللي في الصين وعدد البشر اللي في آسيا كلها كم وفي الفرق الثانية معطينا اللي معطينا 8، اللي معطينا 9 نجمات 7 نجمات. احنا أقل منتخب معطينا نجمة واحدة، يعني هذا زي ما يقولون المنتخب ميؤوس منه. هذا 1984. ايوه. فجينا وتصدرنا. بعدها كاس آسيا يمكن بعدها ب4 شهور 5 شهور في نفس السنة جينا ب10 نجمات. المرشح الأول واخذنا الكاس. لكن شوف كيف يعني في خلال 4 شهور من كنت معروف قليل في آسيا إلى أن أصبحت آسيا كلها. كمان بصراحة يعني أنت تشاهد عندما نستذكر من تصفيات لوس أنجلوس سنة 1984 تفضلت ذكرتها، ثم أيضا كأس آسيا في سنغافورة أيضا 1984، في مجموعة من الأهداف اللي كان فيها استعراض مهاري كبير، سواء في سنغافورة تصفيات الأولمبية، هدف في نيوزيلندا داخل منطقة الجزاء ومراوغة أكثر من 4 لاعبين أو 5 لاعبين ثم تسجيل الهدف. أيضا هناك هدف سجل في منتخب الصين في المباراة النهائية لكأس آسيا الثامنة 1984، كرة من منتصف الملعب من عبد الجواد، راوغت فيها أكثر من لاعب، اتجهت للمرمى وضعته من ناحية فنية، وبعدين مسجل الهدف هو ماجد عبد الله. مستوى الدفاعات في ذلك الوقت، هناك من يرى أن مستوى الدفاعات في ذلك الوقت كان يساعد اللاعب أن يقدم هذا الفاصل المهاري، لكن الآن وضع الخطط ووعي اللاعبين التكتيكي لم يسمح للاعب أن يفعل مثل هذا الشيء. صدق؟ لا بالعكس، اللعيبة الأول سواء على مستوى الدفاع بالعكس أفضل، كانوا لاعبين كبار وأفضل من الآن. في الدفاعات السابقة أي نعم كانوا أفضل. حتى الرسم الميداني لعبنا بدينا ب4-3-3 ولعبنا على 4-4-2. الأغلب الفرق الآن تلعب فيها هي 4-4-2 ما تغير شيء، اللي 5-3-2 ولا كلها مجرد رسم ميداني. لكن اللي يفرق وين؟ اللي يفرق انك كيف تستغل وضع هجمة معينة في لحظة معينة، انه يكون مثلا كورنر او هجمة عليك وفي مساحة وجدت الكرة في المكان المناسب وانت استطعت انك تستغل المساحة. حتى ممكن فريق يلعب ب4-4-2 متكتل في ملعبه، لكن في لحظة من اللحظات الفريق انتقل الى ملعبنا والكرة انقطعت ولعبت لي انا مثلا، استطعت اني اعمل من هالهجمة من منتصف الملعب الى هجمة اصبحت هدف. ايضا تكلمت انت عن هدف نيوزيلندا. هدف نيوزيلندا في مدافعين كثير موجودين في خط 18 حتى خط 6 كانوا موجودين، لكن الكرة كانت سريعة. عملت بعض الحركات واستغليت اندفاع المدافع لي واستطعت ان اسجل فيها هدف. فالهدف اللي يحتاج له مهاري او يحتاج له مسافة هي تحصل لك احيانا في المباراة يكون الفريق فيها مدافع كرة تضطر طبعا الفريق المنافس يضطر انه بيطلع بالكرة، من الكرة هذه في فراغ ممكن انت تسجل منه هدف. لا يمنع انه الطرق الان فيه من نوع ما في مسافات كبيرة او ما تحصل مساحات كبيرة، لكن هذا كله احنا مرينا عليها. الملعب اللي يكون فيه متسع، الملعب اللي يكون فيه مساحة، الملعب ايضا اللي يكون فيه
الدفاع متكتل، هذه كلها احنا مرينا صراحة كابتن ماجد لو التقى منتخب 1994 مع منتخب 2006 فاعتقد يكون يكسب. والله شوف في 2000 يعني المنتخب السعودي اللي راح كاس العالم في المانيا لعب مع منتخب السعودي اللي لعب في كاس اسيا. شوف في لعيبه في 94 ما يمكن تحصلون في 96 في 2006. اي نعم. يعني لاعب مثلا اعطيك كمثال لاعب زي فهد الهريفي مثلا ما يمكن تحصلوا في 96 لاعب